السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وايه الاضافه اللي قدر يقدمها للفريق لحد دلوقتي. في البدايه بس حابب اقول ان في تحيه وشكر لازم يتوجه للشخص اللي اتفاوض مع مارسيل كولر من البدايه، سواء كان كابتن حسام غالي، كان استاذ امير توفيق، كان اي حد من الموجودين في النادي قدر يتفاوض مع كولر، لانه برافو بجد انه قدر يوصل للنادي الاهلي بيمر بايه ومر بايه بالفتره اللي فاتت دي، سواء من نهايه فتره بيتسو موسيماني او بعد كده مع ريكاردو سواريش. كولر جه وهو عارف كل حاجة عن النادي الأهلي، سواء فنيا، عن اللاعبين، عن سجل الإصابات، عن الهيستوري بتاع إصابة كل لعيب. كمان عارف الانهيار البدني اللي مر بيه الفريق في نهاية الموسم الماضي من ضغط الماتشات والبطولات وتلاحم المواسم. كمان عارف المشاكل الفنية والتكتيكية اللي بيمر بيها الفرقة، ضعف الدفاع، ضعف الهجوم، التفكك اللي كان واصل ليه الفريق في نهاية الموسم الماضي. تاني حاجة حابين نتكلم عنها هي التدريب الذهني للاعبين. يعني ايه تدريب ذهني؟ يعني الراجل ده لو تقرا عنه وتشوف كل المواقع العالمية بتتكلم بتقول ان مارسيل كولر من اهم مميزاته، سواء في فترته في النمسا مع المنتخب النمساوي او مع بازل او قبل كده مع كل الانديه اللي دربها في المانيا او في سويسرا، ان هو راجل قوي جدا على المستوى الذهني والتواصل مع اللاعبين. الراجل ده بيتعامل مع كل لاعب في الفريق على اساس ان هو النجم الاهم عنده في الفرقه. كل لعيب بيلقى الاحترام والتقدير اللازم، ما عندوش حاجه اسمها انا عندي 14 لعيب وباقي السكواد او القائمه بتاعه الفريق دي بعيد عن الصوره. لا، انا عندي 30 لعيب بتعامل مع ال 30 لعيب بنفس الصوره، عشان لما احتاج لعيب الاقيه جاهز وواقف على رجله، ما اجيش الاقي اللعيب ده في جاب واسع وكبير بينه وبين الاساسيين. لما تشوف لعيب زي محمد اشرف في معسكر المنتخب الاولمبي الاخير وهو بيتكلم بعد الماتش وبيقول ان مستر مارسيل كولر اتكلم معايا وقال لي انت قريب وخليك كويس وانا متابعك وكده. ولما تشوف لعيب زي محمود متولي، لما تشوف لعيب زي طاهر ازاي كان السنه اللي فاتت بعيد تماما والسنه دي بيظهر بمستوى مميز جدا. ومش هتكلم عن كريم فؤاد لان الناس شبعت كلام عن كريم فؤاد. نمرة تلاتة فترة الإعداد طبعا، فالفكرة والميزة اللي كانت مع مارسيل كولر اللي ما كانتش مع معظم المدربين اللي دربوا الأهلي السنتين تلاتة اللي فاتوا، واللي لازم برضو نحيي كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة في القرار اللي خدوه السنة اللي فاتت براحة اللاعبين. إن مارسيل كولر جه على فريق عائد من فترة راحة، خده عمل معاه فترة إعداد. فترة الإعداد دي طبعا ليها عائد على المستوى الفني، على المستوى التكتيكي، على المستوى البدني للاعبين. إزاي يوصل أفكارك، ازاي تنظم الفرقة، وازاي تقدر تتواصل مع اللاعبين. كمان المستوى البدني، ازاي تقدر بقى تأسس اللعيب الأساسي اللي بيتبنى اللي اللعيب هيكمل عليه باقي الموسم. كمان لازم نقول ان مارسيل كولر اختار الافكار المناسبة للقائمة اللي بيملكها. هو راجل دلوقتي فهم ايه المشاكل اللي في الفرقة، في نقط القوة ونقط الضعف في الفرقة، وبدأ يبني عليها الأفكار بتاعته. أنا عندي لعيب زي علي معلول، علي معلول ده راجل نجم في الفريق، ما ينفعش يبقى عندي لعيب زي علي معلول واقول له اقف دافع وبعد كده اقعد اقول اصلك علي معلول ما بيعرفش يدافع. طب ما هو علي معلول ده لما هيقف يدافع انت هتخسر 70% من قوتك الهجوميه، لان شئت ام ابيت ده اهم لعيب عندك في النادي الاهلي اخر 5 سنين مع الحاوي وليد سليمان. النهارده لما تيجي تتفرج على اختيار طاهر محمد طاهر ان هو اللي يبقى الوينج رايت، لان طاهر لما بيلعب وينج رايت، علي معلول لما بيتقدم من ناحية الشمال، منعم بيرحل شمال، متولي بيرحل شمال، أكرم بيضم للقلب بيبقى مساك، طاهر هو اللي بيرجع بيبقى الباك رايت. عشان كده شفنا حسين الشحات في ماتش أسوان، ما شفناهوش بعد كده في ماتش الزمالك ولا في ماتش الداخلية، شفناه بره القايمة في ماتش الزمالك، لأن حسين الشحات عطى 50% من اللي هو طالبه منه. الواجب الهجومي ممتاز، واجب الدفاع مش موجود. لذلك حسين الشحات هيلاقي صعوبة في الفترة اللي جاية في النادي الأهلي، لو كمل في الوينج رايت. ممكن يقدر يشتغل بشكل كويس جدا لو اشتغل كلاعب 10 زي ما بيشتغل برونو أو زي حسين نفسه لما كان بيشتغل في فترة العين. في حاجة كمان محدش بيتكلم عنها وهي قوة الشخصية. مارسيل كولر مدرب قوي الشخصية. صحيح هو بيهزر، بيمزح مع اللاعبين، قريب جدا من كل اللاعبين، لكن هو شخص حازم جدا في شغله وفي تعليماته، وما بيسمحش بأي حد يتخاذل أو يتهاون في تنفيذ أفكاره. اللعيب اللي مش هينفذ اللي بيطلبه مارسيل كولر بالبلدي كده مش هيشمها. كمان الرؤية السليمة، فكرة إن أنا أكون مدرب عندي فيجن. يعني إيه فيجن؟ يعني أنا راجل بعرف أختار بعيني، مش بناء على تقارير أو كابتن سامي قمصان قال لي أو كابتن سيد رشح لي أو أصلك الأستاذ أمير توفيق قال لي. مفيش الكلام ده. الراجل دخل من أول يوم مين اللي بيلعب؟ اللي بيلعب منعم، بيلعب ياسر إبراهيم. لا، أنا هشوف متولي ده أنا شايف في الفورمة بتاعته أو في البروفايل بتاعه إن هو مناسب لأفكاري، يبقى متولي اللي هيلعب.
مفيش حاجه اسمها السكاسر ده جاي من ماتشين السنغال مع منتخب لاعب اساسي مع المنتخب لاعب دولي. كل الكلام ده ليه احترامه، بس مارسيل كولر راجل عنده رؤيه وعنده شخصيه وعنده افكار. لما تيجي كمان تتكلم عن مارسيل كولر لازم تتكلم عن حاجة كويسة وممتازة جدا فرقت مع النادي الأهلي، وهي قدرته على تنفيذ أفكاره. يعني إيه قدرته على تنفيذ أفكاره؟ يعني الراجل بيقدر يقول الفكرة وبيعرف إزاي يوصلها للعيبة. أنا على فكرة ممكن أكون راجل خريج كلية آداب وأبقى شاطر جدا جدا نظري، لكن لما أقف أشرح للطلبة بتاعتي في السكشن ما يفهموش أي حاجة، لأن أنا ما عنديش القدرة على توصيل المعلومة. لا، مارسيل كولر الراجل بيعرف ازاي يوصل افكاره في اسرع وقت، وازاي يقدر يكسبك كلاعب ان انت تقدر تنفذ له افكاره دي وتبقى مقتنع ان الراجل ده هو اللي بيقوله الصح. على فكره يا جماعه مهم جدا ان اللعيب يبقى مقتنع ان المدرب ده فاهم اكتر منه. في لعيبه بتتعامل مع مدربين ان انت مين، انت جاي منين. لكن مارسيل كولر قدر في وقت قليل جدا ان هو يوصل للاعبين ان انت مهما كنت لعيب جامد قوي انا بفهم اكتر منك، نفذ اللي انا عايزه هتوصل للفورمه اللي انت عايزها وهتقدر تنجح بالشكل اللي انت نفسك فيه. شفنا ده مع لعيبه كتير جدا يعني بدون ذكر اسماء. لعيبه كانت بتلعب وبتتمنظر ودلوقتي بتشلط في القهوة عادي جدا، لان مارسيل كولر ما عندوش حاجه اسمها تتمنظر. اللعيبه دي على فكره لما بطلت تتمنظر وبقى بيخش يعمل التاكل ويقطع الكوره ويحط الكوره في الاوت بقى شكلهم احسن، والناس دلوقتي بتقول ان هم احسن، يعني نفس اللعيب بنفس الامكانيات بنفس كل حاجه، بس فرق ايه؟ فرق الكوتش اللي واقف على الخط. فمش عايزين نقول ان مارسيل كولر خلاص وصل للي احنا عايزينه، لان فايلر في بدايته مع النادي الاهلي تقريبا حقق حاجات كتير من اللي عملها مارسيل كولر دلوقتي، ولو ان انا شايف ان كولر عنده حاجات كتير افضل من فايلر خاصه في التواصل مع اللاعبين. لكن حابين نقول ان احنا نتمنى الاستمراريه، نتمنى الاستمراريه، مش عايزين نيجي في مرحله ويبقى في نهايه للكلام ده. احنا شفنا فايلر زي ما قلنا، فايلر ابتدى بداية صاعقة للجميع، مدرب جه بياخد الفرق كلها بالاربعات والخمسات، جت كورونا، بعد كورونا اتحول بقى واحد تاني ما نعرفوش، قاعد على الخط، مفيش حماس، مفيش تواصل مع اللاعبين، يعني ذهنيا هو مش حاضر معانا اصلا. هل ده بقى كان بسبب كورونا زي ما اتقال؟ الله اعلم. لكن النتيجة في الاخر ان التجربة ما كملتش. نفس الكلام مع بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني تم تناوله في الاعلام بشكل مش طبيعي. هو عنده راجل مشاكل فنيه زي ما عليه نجاحات كبيره جدا، لكن الراجل ما كانش بيتم التعامل معاه بعدل في الاعلام. فالراجل برضو بعد مرحله معينه بدا ان هو يبقى واقف على تحس الفرقه ما فيهاش تطوير. خلاص انت وصلت مع موسيماني ان انت حافظ الكره لما توصل لفلان هيعمل لها ايه، انت حافظها وفلان ده حافظها والفريق المنافس المدافعين حافظينها، بقى شكلك نمطي جدا. نتمنى ان مارسيل كولر يبقى عنده دايما تطوير، يبقى عنده دايما نفس الدافع ونفس الحماس للنجاح. نتمنى ان اللاعبين ان هم يساعدوا الراجل ده، عشان بجد الراجل ده عنده حاجات كتير عايز يعملها وعايز يحققها من النادي الاهلي. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي دايما. السلام عليكم.